السلام عليكم. الحلقة دي عاملها مخصوص عشان اتكلم فيها عن كابتن ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي. ياسر ابراهيم بصراحة يا جماعة مدافع جامد جدا، صخرة في قلب الدفاع. الراجل ده عمل شغل جامد قوي مع النادي الاهلي وجاب معاهم بطولات، وعمل شغل جامد قوي مع كابتن حسام حسن في منتخب مصر. جامد بصراحة. راجل سريع، جسمه حلو، جريء، بيمشي كرة على الارض كويس. لو في اوفر اترفع او كروس اترفع بيطلع يحط بدماغه، وجاب جون عالمي في ماتش الارجنتين بدماغه. ما بيخافش من حد وهو بيلعب، ما بيفرقش معاه. بيلعب قدام منتخب الارجنتين، قدام منتخب استراليا، قدام منتخب ايران، قدام منتخب نيوزيلندا، قدام منتخب بلجيكا. ما بيهيبش من حد بصراحة. جريء وثابت نفسه. هينفعنا كتير في خط الظهر، واتمنى ان في مدافعين كتير يطلعوا يبقوا في نفس المستوى وفي نفس الستايل ده ونفس الجرأة دي. اتمنى له ان هو يكمل في النادي الاهلي، ولو جاله عقد احتراف وعايز يخرج بره النادي كويس مفيش اي مشاكل. مدافع راجل بجد ويستحق كل خير. الراجل ده يا جماعه بيعرف يبدا هجمه، دي ميزه مش موجوده عند مدافعين كتير. بيعرف يقابل الخصم، بيعرف يوقفه. الصراحه لعب على ميسي في كاس العالم، عمل معاه شغل جامد يعني، محدش يقدر ينكر. قدام لعيبه الارجنتين كلها، قدام لعيبه استراليا، وقدام اي حد بامانه. ولما راح لعب في كاس العالم للانديه كان عامل شغل جامد والله. ممكن يكون بيغلط، طلع كور غلط، حاجات زي كده. كلنا بنغلط، ده العادي وده الطبيعي يعني بتاع اي حد. اي انسان في الدنيا بيغلط. فانا اتمنى له كل خير والله، واتمنى ان هو يفضل موجود معانا في المنتخب باستمرار، لان احنا محتاجينه ومحتاجين ناس كتير زيه يكونوا موجودين معانا في منتخب مصر. اتمنى اشوفه في نجاح دايم ونجاح مستمر. انا خلصت كلام في حلقتي عن كابتن ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي. اشوفكم الحلقه اللي جايه ان شاء الله.